ثم جاء يزيد بن معاوية إلى المسجد وأمر الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين، ففعل الخطيب ذلك، فصاح علي بن الحسين: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوى مقعدك من النار. ثم قال علي بن الحسين ليزيد: أتأذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلام لله فيه رضا ولهؤلاء الجلساء فيه أجر وثواب؟ فأبى يزيد، فألح عليه الناس فأذن له بعد كلام يطول بيانه. من جملته قال: إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له: وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: إنه من آل بيت قد زقوا العلم زقا. قال: فلم يزالوا به حتى أذن له فصعد فخطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، فقال: سلام الله عليك، الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاد له، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، والباقي بعد فناء الخلق، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام. فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، فكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرحين غير مسرورين. فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى همود، وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا السوء وليجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الناس أعطينا 6 وفضلنا ب7، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى،
أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأكبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمجاهد أعداء الناصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وأول السابقين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين وتامن من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بي بهلول ذكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مؤدب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عناما وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنا ابن عديمات العيوب أنا ابن نقيات الجيوب أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النساء ثم أبكى العيون بهذه الكلمات فقال أنا ابن المذبوح بكربلاء أنا ابن من رأسه على السنان يهدى أنا ابن من حرمه من كربلاء إلى الشام تسبى فلم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والعويل فخاف يزيد من وقوع الفتنة قال للمؤذن أذن ليقطع عليه كلامه فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام زين العابدين كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء أكبر من الله فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال زين العابدين شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي
وعظمي وجلدي ومخي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله التفت إليه زين العابدين وهو بعد على المنبر وقال يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت وأثمت، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت ذريته وسبيت نساء؟ فنزل الإمام زين العابدين من على المنبر هذا وقد تفرق من كان في المسجد والتفوا حول الإمام زين العابدين. يقول المنهال فجئت إلى مسلما عليه فقلت له سيدي يا ابن رسول الله كيف أمسيت؟ قال أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا معشر أهل بيت مقتولين مشردين. فإنا لله وإنا إليه